مفيش حد فينا الا لما وقف على عربية الكبدة، سواء هو رايح المدرسة او الكلية او الشغل. تعال نعملها النهاردة في البيت. كمان هنعملها بطريقة اسكندرانية اصيلة، بجد خطيرة، زي بجد المحلات او من عند الحرش. بجد خطيرة وسهلة ومفيش اسهل منها. وفوق كده كمان ان هي نظيفة ومعمولة، عارفة هي معمولة ازاي في البيت. تعال نعمل النهاردة الكبدة الاسكندراني بطريقة سهلة جدا وبسيطة. هنعمل كده طاسة كبدة اسكندراني على اصولها، مفيش فيها اي افتكاسات ولا حاجة غريبة. نقول كده بسم الله ونجيب اي كمية كبدة انت حابة ان انت تعمليها. جبت هنا نص كيلو كبدة. جبتها كده من عند الجزار او من السوبر ماركت. بتجيبيها من غير ما اغسلها ولا اي حاجة، بس اهم حاجة تكون متقطعة قطع صغيرة، عشان كل ما الكبدة تبقى قطع صغيرة بتديكي طعم احلى. هحطها كده في مصفى واسيبها تصفي دمها تماما من دون ما اغسلها ولا اي حاجة. بعد ما تصفى دمها تماما، ببتدي ان انا احطها في بوله نظيفه، وابتدي ان انا احط عليها معلقه كبيره من الكمون. الكبده بتحب الكمون وبتحب التوم كتير خالص. بحط عليها كمان معلقه صغيره من الكزبره الناشفه المطحونه. وعندي معلقه كبيره من التوم المفروم. احنا قلنا ان الكبده بتعشق التوم والكمون. هقلب المكونات كلها كده مع بعض. وبعد كده لو حسيتي ان في قطعه كبده كبيره كده شويه، ببتدي ان انت تقطعيها بالمقص او بالسكينه زي ما انت شايفه كده بكل سهوله. هتسيبيها ساعة اتنين من بالليل، كل ما تسيبيها الكبدة كده تشرب من التتبيلة وبتبقى خطيرة. انا سبتها كده ساعتين، وممكن تسيبيها اقل من كده براحتك، بس كل ما تسيبيها اكتر بتبقى طعم الكبدة بتبقى زي اللي بره حرفيا. جبت بقى الفلفل، طبعا الكبدة بتبقى فلفل. هنحط برضو فلفل سبايسي. بقطع كده 4 قرون او 3 قرون فلفل قطع صغيرة. اهم حاجة الفلفل نقطعه برضو قطعة صغيرة زي ما انتوا شايفين. ولو عندك كمان بتحطي فلفل رومي، وبتبتدي ان انت برضو تقطعيه قطع صغيره. بقطع الفلفل زي ما انتوا شايفين كده قطع صغيره، مفيش اسهل من كده. بتزودي بقى الفلفل، الكبده بتحب الفلفل برضو. كل ما تزودي فلفل، خصوصا لما يبقى حار، بتبقى حاميه جدا. فالناس اللي مش حابه ان هي تبقى حاميه وحابه تحط فلفل، بتحط فلفل رومي، مفيش اي مشكله. طاسه بقى على النار فيها كميه زيت، اول ما تقدح خالص والزيت يسخن جدا بحط الفلفل الاول. بيطلع ريحه بس الفلفل، وبديله تشويحه بسيطه جدا. ببتدي ان انا انزل بالكبده بكل سهوله. تكون الزيت زي ما انتم شايفين بيغلي او بيبقى سخن جدا، واخد الفلفل اخد صدمه فيه. بنزل بالكبده زي ما انتم شايفين. الكبده ما بتتحطش على زيت بارد علشان تاخد صدمه وما تنزلش ميه. ببتدي ان انا اقلبها كده على طول على نار بعلي النار. ما بتبقاش على نار هاديه الكبده. وافضل اقلب فيها، وطبعا بحط لها الملح بتاعها بعد لما بتستوي تماما. ما بتاخدش دقايق على النار وبتكون جاهزه معاكي. علشان كده احنا مسخنين الزيت كويس جدا عشان الميه بتاعت الكبده ما تنزلش. اخد الصدمه بتاعتها، ما بتقعدش 3 دقايق و4 دقايق على النار، وبتكون جاهزه معاكي. ريحتها خطيره، زيها زي المطاعم حرفيا. تبلتها كده بالملح. الملح بحطه اخر حاجه بعد ما تستوي معايا الكبده تماما. ببتدي ان انا بقى اقدمها. بتاكليها مع مكرونه، بتاكليها مع عيش، زي ما انت عاوزه بتاكليها. عايزه اقولك ان ريحتها خطيره. امشي بس على التركات، هي مجرد بس تركات بسيطه جدا، مش محتاجه مكونات غريبه ولا اي حاجه خالص. وكمان اهم حاجه ان احنا ما نغسلش الكبده. التزمي بالحاجات دي كلها وهتاكلي احلى طاسه كبده بجد خطيره، وطعمها خطير. في السندوتشات الفينو كمان او البلدي خطيره. اكيد كلناها واحنا رايحين المدرسه، في الكليه، واحنا رايحين الشغل الصبح. بجد خطيرة. جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا. يا رب النهاردة يكون الفيديو عجبكم. هتوحشوني الفيديو جاي. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.